حملة مدني وثائقي. فهمني. هو احنا ليه هنقول للدستور لأ؟ في البداية أي بلد في العالم بيبقى فيها 3 سلطات: السلطة التنفيذية يعني الحكومة، والسلطة التشريعية يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى، والسلطة القضائية. والمفروض إن كل سلطة منهم بتراقب على التانية علشان تمنحها إنها تاخد حقوق الشعب وتتحول لسلطة مستبدة. ماشي، ده كلام جميل جدا. المادة 149 من الدستور دي بقى هتخلي رئيس الجمهورية يتدخل في أحكام القضاء، تديله الحق في إنه يعفو عن أي حد محكوم عليه أو يخفف عنه الحكم، ودي مش شغلته أصلا. بالإضافة إن ده هيفتح باب الاستثناءات، يعني الرئيس ممكن أصحابه أو أهله أو عشيرته يعملوا أي جريمة وهم مطمنين، لأنه هيطلعهم حتى لو اتحكم عليهم. المادة 166 من الدستور بتخليك مش من حقك أو من حق أي حد يقدم بلاغ في رئيس الوزراء أو أي وزير عمل جريمة بسبب أو أثناء تأدية عمله، لأن رئيس الجمهورية أو النائب العام أو تلت أعضاء مجلس الشعب هم بس اللي ليهم الحق ده، وما يتحولش للمحاكمة غير لو وافق تلتين مجلس الشعب. وده معناه إن الوزراء أو رئيس الوزراء يقدروا يعملوا الجرائم اللي هم عايزينها، وانت ما تقدرش ترفع عليهم قضية جنائية لأنك راجل غلبان على قدك، ما تعرفش رئيس الجمهورية ولا النائب العام، ولا ينفع تجيب موافقة تلتين مجلس الشعب. المادة 176 من الدستور بتخلي رئيس الجمهورية هو اللي يطلع قرار تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهي المحكمة الوحيدة اللي ممكن تقول على قانون إنه مش دستوري وتوقف تشغيله. وده طبعا تدخل في أعمال القضاء، لأن المفروض قضاة المحكمة الدستورية يترشحوا من محاكمهم ويعينهم مجلس القضاء الأعلى علشان يقدروا يراقبوا القوانين اللي بيطلعها مجلس الشعب واللي ممكن يقترحها الرئيس. ازاي بقى هيحاكموا ضد قانون اقترحه الرئيس اللي عينهم؟ المادة 198 من الدستور سمحت بمحاكمة المدنيين قدام القضاء العسكري، رغم ان كل الاتفاقيات الدولية بتمنع ده، لان قضاة المحكمة العسكرية ضباط، والمفروض ما يحاكموش غير الضباط والعساكر بس. يعني انت لو اتخانقت مع ضابط جيش في الشارع ممكن يحاكمك ضابط جيش تاني برتبة قاضي في المحكمة العسكرية. تفتكر هيبقى في صف مين ساعتها؟ ولهذا نرفض الدستور. يعني هنرجع للاستثناءات تاني، ما هو ده اللي خلى تلت ميزانية الوزارات بتتصرف على مستشارين